أهلا بيكم وموسم جديد من برنامج فار على الفطار. في الموسم الثاني من فار على الفطار هدف البرنامج تصحيح مفاهيم أو عمل مقارنات بشكل سليم، كمان حل مسألة أو جدل بين طرفين مختلفين. ضيف الموسم ده ممكن يكون رياضي، فنان، ممثل، منتج، إعلامي، رجل أعمال أو عالم. ضيوف حلقة اليوم الأستاذ خالد حشيش والأستاذ عمرو عيسوي. عمرو عيسوي، امتلك كذا علامه تجاريه للمطاعم وفي الفود بيزنس بقى لي 12 سنه. انا خالد حشيش، كو فاوندر براند بوتشرز برجر وتشيكن اند ريبز. يمكن بقى لنا 12 سنه فاتح البراند ده. قبليها كنت بحب اشتغل في الميديا، واشتغلت 15 سنه في الميديا تقريبا. قبليها كنت شغال في السياحه، في الهوتيل مانجمنت، الفنادق. لا طبعا اطور صنف اوريدي موجود اسهل بكتير. منيو جديد ده شغل كتير جدا جدا. ان انت تبني منيو، ان انت تبتدي تعمل كونسبت لمكان وتبتدي تعمل له، يعني انا بشوف المنيو هو اول حاجه المفروض تتعمل. يعني انت بتعمل منيو وعلى المنيو ده بتخلق بقى المكان والديكوريشن بتاعه وشكله والكاركتر بتاعه وطريقه السيرفيس فيه والفود برزنتيشن فيه، كل ده بيبقى مبني على المنيو. منيو انجينيرنج يعني نمبرز، يعني في اطباق موجود ليها كوست وموجود ليها عدد بتتباع قد ايه. انت بتاخد الداتا دي كلها انت بتدرسها عشان تانجينير المنيو بتاعك ان هو يبقى مور بروفيتبل. هي الكلمه، السؤال مفتوح شويه، شغال ازاي؟ هو ممكن نقول يعني هو ازاي الناس بتبني الاول البيزنس بتاعها. في ناس بتشتغل بطريقه بروفيشنال، وفي ناس بتشتغل يلا نعمل مطعم. ويمكن ناس كتيره بتغلط الغلطه دي، يقول لك الاكل ما يخسرش، المطعم ما يخسرش. لا، هو الاكل من اكتر الحاجات اللي ممكن تخسر، لان انت راس مالك كله موجود في معدات وحيطان وتوضيبات ممكن تعملها كتير. فلازم يكون معمول بشكل مظبوط من الاول ما انت بتبني الكونسبت بتاعك، وبتختار اللوكيشن بتاعك، وعمل السيستم والكونسبت اللي انت طلعته. لان الكومبيتيشن كمان ما بقتش سهله دلوقتي نوا دايز، غير زمان كان المطاعم محدوده. النهارده في كونسبتس كتيره، واحنا اكسبوزد على العالم بشكل قوي جدا. فيعني البيزنس شغال. في ناس بتاخده بطريقه بروفيشنال واي، وفي ناس بتقول يعني نعمل مطعم وخلاص. باختصار جدا ان انت تفوكس على العميل. احنا كل اللي بنعمله ده من بدايه ان احنا بندور على احسن، بنعمل سورسنج للمنتجات اللي احنا عايزين نجيبها ونشغلها ازاي، ونعين تيم عامل ازاي، ونعمل له تريننج. كل ده في الاخر بيصب عشان العميل اللي قرر ان هو يقضي يوم عندك او ياكل عندك او يدفع فلوس، يقرر ان هو ياخد عيلته وياكل عندك، يبقى عنده اكسبيرينس معينه زي ما توقعها. انا هروح المكان ده عشان احس باكسبيرينس، من مش بس ان انا اكل اكله حلوه، اقعد قعده كويسه واخد سيرفيس كويسه واخش مكان انا بحبه فكل الكلام ده كله هو مبني على العميل. فاحنا في الاخر محتاجين نركز على العميل، ان العميل اللي هو اختارنا يكون التجربه قد الاختيار اللي هو عمله، نقدم له حاجه كويسه قصادها. فاحنا لو ركزنا على العميل كل حاجه هتركب في مكانها. يعني المطاعم زي اي بيزنس، ممكن تكسب كويس قوي تبقى مربحه، وممكن ما تكسبش، حسب هي هتدار ازاي. بس ما نقدرش نقول ان المطاعم بيزنس مربح اول ذا واي او يخسرك. لكن طبعا في ترايلز كتيره يقول لك يعني ان يمكن في اول، يمكن كل ما يفتح من 100 مطعم بيفتح، يمكن بعد 5 سنين 5 اللي بيكملوا يعني. لا، هو الاثنين ما يتحطوش ده قصاد ده، هما الاثنين جزء في الايكويشن، من في ناحيه واحده هما الاثنين مع بعض. الخام اللي هو البرودكت، احنا في الاخر اعتبرنا شركه بنعمل برودكت، بنعمل منتج، وبعدين المنتج ده بيتنقل انتو اوبريشنز علشان المنتج ده الناس تتدرب تعرف تعمله كويس وتبيعه في مطاعم وتقدم معاه خدمه وتشتغل مع فاينانس وتشتغل مع اتش ار. هو في الاخر انت لو عامل منتج، انت لو شركه شامبو عامل شامبو بيخشن الشعر، مهما عملت بقى ماركتنج وكده، انما انت لو عامل شامبو كويس مثلا او عامل اي منتج انت عامله كويس، انت محتاج ارم بقى ماركتنج عشان يوصل للناس ان المنتج ده، يقول بقى بالمواصفات اللي انت عايز تقولها، ان ده كويس، ان ده بينعم، ان ده ضد الشعر، ان هو محتاج بقى الفويس بتاعك يبقى هو الماركتنج، الكوميونيكيشن مع البوتنشال كلاينتس بتوعك. يمكن احنا مش اف ام سي جي، احنا فود اند بافريج. يمكن اف ام سي جي دي
فاست موف كونسيومر جودز هي يعني اسرع من كده. لا احنا اللي بنقدم عندنا جاست اكتر ما عندنا زبون زي ما بنقول. ف بالعكس المطاعم انت بتدي اكسبيرينس، بتدي حاجه للجاست اللي جاي لك، انت بتشاركي جزء من سعادته، مش مجرد انه بياكل وخلاص. فهي حاله، المطاعم حاله عموما وميموريز واكبر من ان هو برودكت بيتقدم وخلاص. لا انت بتدي للجاست بتاعك فيري جود اكسبيرينس عشان يجي تاني. فدي من الحاجات اللي حبيتها طبعا في المطاعم. لا افتح فرع جديد طبعا، اطور، عامله زي بالظبط تهد بيتك وتفرشه من الاول، ولا تجيب بيت جديد وتشطبه مره واحده؟ لا طبعا، تانية بقى لازم تكسر وتشيل وترجع ولو فرع قديم وانت عايز تطوره هتضطر ان انت تقفل فهتخسر يعني. فلا اجيب فرع جديد. فانت في الاخر بتسالني سؤال، انا بضطر اعمل الاثنين يعني، مش بختار واحد فيهم، انا مفروض عليا الاثنين. اول حاجه الار ان دي، ريسيرش اند ديفلوبينج. انا هعمل ايه؟ اللوكيشن اللي هختاره لازم يكون فيري جود لوكيشن عشان تقدر يبقى ماركت كويس تقدر تشتغل فيه. ممكن يبقى عندك برودكت كويس جدا ومش قادر والمكان نفسه مش مساعد، والمكان ده برضو حسب التارجت جروب مين اللي بيروح المكان ده، وانت فاتح المطعم ده لمين. فاول سؤال بتساليه في اي بروجكت عموما هو او مين اللي انت هتتخاطبي معاه يعني. تاني حاجه طبعا البني ادمين بقى والبيبل اللي شغالين معاكي، مهم قوي يكون معاكي جود كاليبرز هتريحك وتساعدك انك تعملي امبلمنت اللي في دماغك، والسيستم اللي هم يشتغلوا عليه. لان انت عشان يبقى عندك مجموعه مطاعم او عندك مش مجرد برانش قاعد فيه بس، لا عندك كذا برانش، لازم يبقى فيه سيستم قوي الناس دي ماشيه فيه وتعمل لهم ايفالويشن مظبوط وياخدوا حقهم ويدوا الجست حقه. والسستينابيلتي في الكواليتي طبعا، ودي طبعا ريليتد للسيستم والبيبل. ده حاجه وده حاجه، ده حاجه وده حاجه، افتح الاثنين. مفيش حاجه اصعب من التانيه، بس في اكسبيرينس مختلفه عن التاني. فممكن يبقى عندك كافيه ناجح جدا وعندك مطعم ناجح جدا، وفي بقى الكوفي هاوسز نفسها اللي هو انت بقى الناس اللي هي غاويه كوفي، وبقى تبقى في سبيشاليتي كوفي، وبقى في كونسبتس مختلفه في حته الكوفي دي، ويمكن هي بومينج واخدين شير كبير منها المصريين الفتره دي. فبرضه ده من الكونسبتس اللطيفه الناس بتحب تروح تفطر فيها. بس مفيش حاجه اصعب من حاجه. ممكن يكون الكافيهات مربحه اكتر شويه لان الفود كوست طبعا في المطاعم بيبقى تقيل وصعب. ففي ناس حتى يسموا الكافيهات يقول لك تجار الميه او معلمين الميه السخنه يعني. فبيبقى طبعا اللطيف ان في الكافيهات ان حتى دايما البافرج بتعدل عندنا الكوست في فيرسز الفود. فلما تشتغل حتى انت بافرج كويسه بيظبط لك الكوست بتاعك. فممكن نقول ان هو يعني الربحيه بتاعته اعلى. مش لازم، الديبندز على الكونسبت بتاعك انت عامله ازاي، والديبندز انت حجم الشغل البيزنس. انا لو حجم البيزنس بتاعي كبير جدا جدا، عندي براند فيه 50 60 اوتلت، اقدر يبقى عندي اهتمام من المصانع ان انا اقول لهم انا عايز مثلا لو انا اوتلت بعمل كوفي وببيع ساندوتشات، انا عايز ساندوتش كذا وكذا بالعيش الفلاني كذا وكذا. المصانع ساعتها هتقدر ان انا حجم الفوليوم بتاعي كبير جدا، هيهتموا يعملوا لي الكواليتي اللي انا عاملها، وانا ههتم بالاوبريشن. ده موديول على فكره موجود وناجح. وفي بس الكومبليكيتد المنيوز اللي فيها بريبريشن عالي هيبقى صعب جدا ان هي تمشي. ممكن في اوبريشن صغيره، حاجه زي الفاست فود تشينز اللي هو 4 5 6 ساندوتش برجرز، في حاجات بتيجي جاهزه من مصانع وانت بتركبها مع بعض. بس لو كوزين في اكل وفي تفاصيل هيبقى صعب شويه يعني. بالتالي هيبقى بقى لو انت عندك فرع ولا اتنين ممكن تهندلهم، بس اكتر من كده لازم يبقى عندك يور اون سنتر كيتشن. هو الخلاف نسبي، في خلاف في الفكره بسيط، لك الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، وفي اختلافات تفسد للود قضيه. فالاختلاف اللي هو لا يفسد للود قضيه اختلاف في الراي، مثلا انا باصص من انجل وشريكي باصص من انجل تاني، بيكون اختلاف مفيد جدا. بالعكس ممكن بيوريك حاجات او انا اوري له حاجات هو مش شايفها، وبنقتنع برأي بعض. فدي من الحاجات الهيلثي في الاختلافات. في اختلافات بقى اللي هو الشركاء اللي بيتخانقوا عشان مثلا مشاكل فلوس او مشاكل سيطرة او مشاكل مختلفة، لا دي unhealthy وبتأثر طبعا على البيزنس. هو في فرق ما بين اكل المطعم
واكل البيت. اكل المطعم انت مجبر ان انت تمشي في بروسيس معينه تخليك تعمل بريباريشن للفود ده بشكل معين عشان تعرف تقدمه بسرعه، وتعرف تقدمه افيشنت، وتعرف تقدمه لو اتطلب منك كميه كبيره. انما ست البيت بتطبخهولك دلوقتي علشان انت جاي ابنها حبيبها يتغدى عندها، فبتعملهولك وبتغرفهولك وانت بتاكله. في فرق كبير. انا عشان اعمل طبق مثلا رز معمر، انت مستحيل تيجي المطعم تستناني بقى اجيب الرز واحط عليه اللبن ومش عارف ايه واحطه في الفرن وتستنى ساعه ونص تاكل رز معمر. انت بروبلي لو طلبت رز معمر في مطعم هيبقى رز معمر معمول من الصبح، وبعدين هو عامله بطريقه معينه ان انت لما بتيجي بيسخنه 5 دقايق في حاجه ويطلعه لك فيبقى رز معمر. فده مش هيبقى زي الرز المعمر اللي لسه طالع من الفرن مامتك عامله لك عشان انت جاي وتغرف منه. فاكل المطاعم واكل البيت مش الشيف ممكن الشيف ده لو عزمك في بيته يعمله لك حلو احلى من مام ماشي، بس هو اكل المطاعم واكل البيت انت ممكن تعرف الفرق. عشان كده اختيار المنيوز بيبقى ساعات محدود، انت عندك افكار وحاجات كتير عايز تعملها بس انت محدود عشان عارف دي لو دخلت جوه مطعم هيبقى الاوبريشن بتاعها غصب عنك، هتضطر اللي تكون مجهزها قبل كده او مش هتبقى فريش او مش هتعرف تعملها بالطريقه عشان تقعد مثلا تعمل طبق ريزوتو انت عايز مينيمم نص ساعه، مفيش حد هيقعد بقى يستناك انت بقى وتبقى سايب كل بقى التيكتس والناس اللي عندها اوردرات بقى وتقعد انت تعمل نص ساعه طبق ريزوتو، فاكيد فده اللي بيفرق اكل البيت من اكل المطعم. ما هو هنا بقى دور السيستم والاتش ار. يمكن احنا اتكلمنا عن المطاعم، احنا اتكلمنا عن الجاست واتكلمنا عن الفرونت اوف ذا هاوس اللي الجاست بيشوفوا الاكسبيرينس بتديها له او الاكل اللي بيجي له، لكن ده وراه شغل كتير قوي في السبورتنج فانكشنز، منها الحسابات واهمهم الاتش ار. الاتش ار لو نجح انه يعمل كالتشر كويسه وفي جوب ديسكريبشن واضح لكل واحد وفي كل واحد الرول بتاعه له كي بي ايز، مش هيحصل اختلاف. وهو ده يعني عظمه عشان كده لك ده تشين زي يعني يمكن كمان التشينز الاوروبيه او الامريكيه اللي جايه عندهم سيستم قوي، وبالعكس احنا بنستفاد منه في الشغل بتاعنا. والله الشراكه ربنا خلقنا كلنا بنتعاون، والشراكه اصلا هي فكره كويسه، حتى يقول لك دي شريكه حياتي، ده شريك عمري، فالشراكه دي انا معاها جدا. ولكن العيب مش في الاصدقاء او العيب في الانفس، فلو الانفس طيبه الموضوع هيمشي بشكل كويس. لو انت بتحب الاكل تبقى شيف شاطر، بس المهم يكون عندك يعني الذوق اللي انت شايفه حلو ده يكون الناس كمان شايفاه حلو زيك، لان في ناس مثلا بتقول ان هي اكيله بس مثلا ذوقها مش بيعجب كل الناس، فهو لو بقى شاف ده في الاخر هيعمل حاجات ما في حته ذوقيه بقى، هي دي اللي انت بتحب الاكل وعندك ذوق معين ان انت تقدم طبق تعرف تحط بحيث ان هو يبقى فيه فكره، زي اللوحه انت بترسم حاجه فحد بيفهمها بيقول الله، او زي المزيكا انت بتعزف حاجه فحد نفس فكره الطبق. يعني انا بحس ان الطبق والمزيكا ميكينج ميوزك وميكينج فود قريب، بحس انهم قريبين من بعض شويه.